وأحياء أخرى من مدينة داعل. والآن معنا للتحدث بشكل تفصيلي أكثر عما يجري في درعا وريفها أبو أحمد الحوراني من شبكة حوران الحدث. مساء الخير أبو أحمد. مساء الخير لكم أخي الكريم ولكل مستمعين راديونا الكرام. أبو أحمد، يعني حبذا لو تطلعنا على تفاصيل ما يجري مؤخرا خلال 24 ساعة الماضية في درعا وريفها. نعم أخي الكريم، تعرضت ليلة أمس عدد من مناطق محافظة درعا لقصف بالبراميل المتفجرة بالتزامن مع غارات جوية شن هذا الطيران الحربي على عدة مناطق أخرى في الريف الغربي الشمالي من محافظة درعا. اليوم صباحا جددت قوات النظام قصفها على عدد من قرى محافظة درعا، وبالتحديد من بلدة أبطع نبدأ، حيث قصفت قوات النظام هذه البلدة بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، أيضا بالانتقال لبلدة عتمان التي ما تزال قوات النظام تقصف هذه البلدة، وخصوصا تستهدف الحي الغربي والجنوبي من البلدة، حيث يستمر الجيش الحر بالمرابطة نعم. على الجبهتين الجنوبية والغربية من هذه البلدة بالتزامن مع قصف عنيف أيضا استهدف كل من أنخر وزمرين وتل أم حوران المحرر بقرب من مدينة نوى بريف محافظة درعا بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون. أيضا استهدفت قوات النظام اليوم بقذائف الهاون أحياء درعا البلد المحررة، أيضا بالانتقال لمدينة الشيخ مسكين البلدة، المدينة التي ما تزال قوات النظام تحاول اقتحامها بشتى الوسائل، لكن الجيش الحر ما يزال يستمر بالصمود على جبهة البلدة الشرقية والشمالية والغربية. أيضا اليوم نعم. حاولت قوات النظام محاولة جديدة لاقتحام هذه المدينة من الحي الشرقي، لكن الجيش الحر تصدى لهذه المحاولة بالتزامن مع قصف مدفعي مقبل قوات النظام استهدف محيط المساكن العسكرية على أطراف مدينة الشيخ مسكين بريف محافظة درعا، واشتباكات مستمرة ورباط مستمر من الجيش السوري الحر على أطراف اللواء 82 شمال غرب هذه المدينة. أيضا في نعم. درعا المحطة اليوم اعتقالات عشوائية في حي القصور بالقرب من مسجد موسى بن نصير من قبل عناصر الأمن السياسي للمدنيين العزل هناك. نعم. أبو أحمد، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفصيلات والإضاءات التي حدثنا عنها عما يجري في درعا وريفها. شكرا لك أبو أحمد.